منتخب مصر بيصعد لأول مرة في التاريخ لدور ال 16 في كأس العالم، وده اللي حصل تحت قيادة المدير الفني المصري حسام حسن. وعلى مدار تاريخ بطولات كأس العالم 22 بطولة اتلعبت بالثمان منتخبات المختلفة اللي كسبوا كأس العالم، مفيش ولا مدرب أجنبي قدر يكسب كأس العالم. كل اللي كسبوا كأس العالم كانوا مدراء فنيين وطنيين من نفس جنسية المنتخب، وده اللي خلاني أسأل سؤال: إيه هو سر المدرب الوطني في كأس العالم؟ فأهلا بيكم في 3 حلقات حكايات المونديال. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، سبسكرايب، وخلونا نبدأ في الفيديو. اول حاجه لازم نفهم ان ظاهره المدير الفني الوطني دي ظاهره مش موجوده غير في كاس العالم بس. هتقول لي ويفرق ايه المدير الفني الاجنبي عن المدير الفني الوطني؟ هقول لك دلوقتي، بس قبلها محتاجين نرجع خطوه لورا. اي مدرب عشان يوصل لمرحله ان هو يدرب منتخب لازم الاول يكون درب انديه ونجح معاها، فبالتالي بقى مؤهل ان هو يدرب منتخب. وعالم تدريب الانديه مختلف تماما عن عالم تدريب المنتخبات. وياما شفنا كتير قوي مدربين كانوا ناجحين مع الانديه ولكنهم فشلوا في تدريب المنتخبات. عندك على سبيل المثال المدربين الايطاليين روبرتو مانشيني وفابيو كابيلو، ودول اللي هنكمل فيديو النهارده، وهتفهم اشمعنى الاثنين دول في خلال الفيديو. روبرتو مانشيني مع الانديه اللي دربها قدر يكسب الدوري الايطالي مع الانتر 3 مرات متتاليه، وكسب معاهم برضو 2 كاس ايطاليا. ولما درب مانشستر سيتي كسب معاهم دوري 2012 بعد غياب اكتر من 40 سنه، وده الدوري بتاع جون اجويرو الشهير. وحتى لما درب جالاتا سراي اللي هو فريق ضعيف نسبيا قدر يوصل بيهم دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا. فهو مدرب كان ناجح جدا مع الانديه اللي دربها، وبسبب نجاحاته دي تولى تدريب منتخب ايطاليا سنه 2018 منتخب بلده، وقدر يحقق مع منتخب ايطاليا نجاحات قويه وغير شكل اللعب وبقى هجومي اكتر، وكسب معاهم اليورو سنه 2021، ودي اللي كانت نسخه 2020 بس اتاجلت بسبب الكورونا. وعمل مع المنتخب الايطالي سلسله لا هزيمه تاريخيه استمرت ل 37 مباراه. وحتى لما فشل في التاهل لكاس عالم قطر 2022 الاتحاد الايطالي جدد الثقه فيه لانه كان فعلا مدرب كويس. النجاحات اللي عملها دي كانت مع منتخب بلده. نفس المدرب ده لما هيتولى تدريب منتخب تاني غير منتخب بلده هيفشل معاهم فشل ذريع. في اغسطس 2023 روبرتو مانشيني بيتولى تدريب المنتخب السعودي بعقد كان ضخم جدا 30 مليون دولار في السنه، وده كان 10 اضعاف مرتبه مع منتخب ايطاليا. ولكن زي ما قلت لك مانشيني بيفشل مع السعوديه فشل ذريع وبيقدم اداء سيء جدا، وكان عنده مشاكل مع كذا لعيب جوه المنتخب. وفي لقطه شهيره جدا في كاس اسيا كان المنتخب السعودي بيلعب ضد منتخب كوريا الجنوبيه، والماتش بيوصل لضربات الجزاء ومانشيني بيسيب الملعب ويمشي قبل ما ضربات الجزاء تخلص. كانت اخر ضربه لمنتخب كوريا الجنوبيه، لو سجلوها يكسبوا، ولكن مانشيني ساب الملعب ومشي. يعني هو قال لك بالبلدي كده احنا كده كده خسرنا. هل ده بقى لو كان منتخب ايطاليا اللي هو دربه قبل كده كان يعمل نفس الحركه دي؟ لو كان هيفضل يحمس اللعيبه لغايه اخر نفس، رغم ان هو في السعوديه بياخد فلوس كتير جدا، ولكنه يظل في الاخر مدرب اجنبي مش وطني. ونفس القصه دي حصلت مع فابيو كابيلو اللي قلت لك هنتكلم عنه في اول الفيديو. كابيلو درب الميلان وكسب معاهم 4 دوري في 5 مواسم، منهم دوري لا هزيمه موسم 91 92، ووصل لنهائي دوري ابطال اوروبا 3 مرات، وكسبوا مره قصاد برشلونه، وكسب معاهم السوبر الاوروبي مره والسوبر الايطالي 3 مرات. ولما تولى قياده ريال مدريد لمده موسم واحد بس جاب سيدورف وروبرتو كارلوس وكسب معاهم الدوري، فكان برضه مدرب ناجح على مستوى الانديه. لكن لما تولى قياده منتخب انجلترا الدنيا اتشقلبت. فبعد ما وصل معاهم لكاس العالم 2010 بسهوله وكان بيقدم اداء كويس، لما وصل لكاس العالم نفسه قدم اداء سيء جدا وكان بيعامل اللعيبه بطريقه وحشه. كان عامل معسكر مغلق وقاسي وكئيب في كاس العالم، وده اللي خلى اللعيبه نفسها مش عايزه تلعب اصلا. اللعيبه حاسه ان هي في سجن، عايزين يخلصوا من السجن ده باي طريقه حتى لو هيخسروا. وفي دور ال 16 في كاس العالم انجلترا بتخسر من المانيا 4-1، وانجلترا بتودع كاس العالم بعد اداء سيء جدا. وبعد مشاكل بين كابيلو والاتحاد الانجليزي لكره القدم فابيو كابيلو بيستقيل، وبعدها كابيلو درب منتخب روسيا ووصل معاهم لمونديال 2014، ولكنه خرج من دور المجموعات باداء سيء وضعيف جدا. بعد كل اللي حكيته لك ده دلوقتي انت في سؤالين في دماغك. اول سؤال: ليه ممكن مدرب يكون ناجح مع الانديه وفاشل مع المنتخبات؟ وتاني سؤال وده الاهم: ليه المنتخبات مش بتنجح غير تحت تدريب مدرب وطني؟ خلينا نرد الاول على اول سؤال: ليه ممكن مدرب ينجح مع الانديه ويفشل مع المنتخبات؟ والاجابه بسيطه جدا: لان المنتخب مش نادي. عارف ان هي اجابه تافهه بس هفهمك دلوقتي. غالبا انت فاكر ان الاثنين نفس الوظيفه، هنا مدرب وهنا مدرب، لكن الموضوع بيكون مختلف تماما. المدير الفني للنادي بيقضي مع لعيبته تقريبا الموسم كله، سنه كامله على الاقل، عنده فتره اعداد وموسم كامل وعشرات المباريات ومئات الحصص التدريبيه. يعني لو فريق عنده مشكله في جزء ما في الملعب مدير
المدير الفني عنده الوقت ان هو يصلح المشكله دي، لكن مدير المنتخب بيقابل لعيبته بالكتير قوي 4-5 مرات في السنه، وفي كل مره بيكون معاه من اسبوع لشهر بالكتير قوي على حسب البطوله نفسها اللي هيلعبها قد ايه. في فرق تاني اهم من الوقت، ان المدير الفني للنادي عنده القدره ان هو يبني الفريق اللي هو عايزه. لو محتاج مهاجم يروح يشتري مهاجم عادي من اي نادي تاني، الدفاع ضعيف يشتري مدافع، لعيب مستواه نزل بيبيعه، الموضوع سهل. لكن مدرب المنتخب ما عندوش الرفاهيه دي، مدرب المنتخب غالبا عنده محترفين وربع، فمدير الفني للمنتخب مجبر يشتغل باللعيبه اللي البلد دي انتجتهم. ودي نقطه مهمه جدا، نجاح المدير الفني للمنتخب مش ان هو بيصنع لعيبه، ولكن نجاحه انه يطلع احسن ما في اللاعب ده. وفي نقطه تانية بيغفل عنها كل المشجعين تقريبا، وهي الانسجام والتجانس. لعيبه النادي بيلعبوا مع بعض كتير قوي، بيتدربوا مع بعض، بيسافروا مع بعض، بيكسبوا مع بعض وبيخسروا مع بعض. فبعد فتره علاقتهم بتتحول من مجرد زمايل لاصدقاء، وبيبقوا حافظين بعض وحافظين تحركات بعض في الملعب. كل لاعب عارف زميله هيتحرك فين ويستلم الكره فين وهيعمل بيها ايه. ولكن في المنتخب انت بتجمع 26 لاعب جايين من اكتر من نادي ومن اكتر من دوري، وكل واحد فيهم متعود على طريقه لعبه مختلفه. والاسوأ من كده ان ممكن بعض اللعيبه دول يكونوا منافسين لبعض طول الموسم، ويا سلام بقى اصلا في 2 لعيبه بينهم مشاكل. فانت مطلوب منك تخيل اللعيبه دول يحبوا بعض ويبقوا فريق واحد ويلعبوا لاجل هدف واحد. فده بيحط ضغط على مدرب المنتخب، لانه مش بس بيحط خطه وتكتيك والكلام ده، لازم يخلق ثقه بين اللعيبه وروح جماعيه. فعشان نجيب مدير فني اجنبي لمنتخب وطني لازم يكون عنده خلفيه عن البلد والجمهور والثقافه والاعلام وطريقه تفكير اللعيبه. فمين المدير الفني الاجنبي اللي هيعمل كل ده لبلد هي اصلا مش بلده؟ في الاخر المدير الفني الاجنبي سواء كسب او خسر هياخد القرشين ويخلع. لكن مين بقى يا ترى المدير الفني اللي اتولد في نفس البلد وعاش حياه قريبه من حياه اللعيبه اللي عاشتها وهي صغيره، ولعب في نفس الانديه وعارف ازاي اللعيبه دي بتفكر وشرب من نيلها وجرب يغني لها؟ ايوه، هو مدير الفني الوطني المصري تحديدا. بعدين نفترض جدلا ان في مدير فني اجنبي كسب كاس العالم مع بلد غير بلده، تفتكر هيعيط ويتاثر بعد الفوز، ولا هيكون بيتمنى من جواه ولو حاجه بسيطه انه كان حقق الانجاز ده مع منتخب بلده؟ يعني نتخيل مثلا ان انجلترا بتواجه المانيا في نهائي كاس العالم، انجلترا اللي بيدربها المدير الفني الالماني توماس توخيل، تفتكر توخيل هيبقى عايز يخسر بلده كاس العالم ويكسبه مع بلد تانية غير بلده؟ مش منطقي، حاجه مش طبيعيه. وبعيدا عن كاس العالم، هنبعد عن كاس العالم خالص دلوقتي، لو جينا نبص على اخر انجاز قوي منتخب مصر عمله وهو الفوز ب3 نسخ متتاليه كاس افريقيا، هنلاقي الانجاز ده حصل تحت قياده المدير الفني الوطني المصري حسن شحاته. بعدين تخيل معايا كده في 26 لاعب مصري واقف في اوضه اللبس ياخد تعليمات من مدير فني اجنبي، وفي مترجم بيترجم. اكيد هيكون في تاخير في توصيل المعلومه، ووارد يحصل خطا في توصيل وجهه النظر. واسمحوا لي استشهد بمقوله للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن قصه المدير الفني الوطني. فالمدربين يعني احنا ليه ما عندناش ثقه في المدربين المصريين يعني؟ بالظبط كده، ليه ما عندناش ثقه في المدير الفني المصري رغم ان المدير الفني المصري هو اكتر واحد اثبت كفاءته؟ وفي النهايه مفيش حاجه اسمها سر المدير الفني الوطني، هو مش سر واحد، هي عده عوامل بترجح دايما كفه المدير الفني الوطني عن الاجنبي. وزي ما قلت لك لا يمكن ابدا واحد يدي مجهود وطاقه ويشيل حمل شعب كامل غير الشعب بتاعه، لان مهما كان المدير الفني ده بروفيشنال قد ايه لا يمكن يحس بالشعب. في النهايه سؤال الفيديو، هل تفتكر في مدير فني اجنبي قادر على الفوز بكاس العالم مع بلد غير بلده؟ قولي في الكومنتات. ودي كانت نهايه الفيديو، مش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. سلام.